مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته للسودان. إحياء اليوم العالمي للإيدز. صيانة طريق أسمرة مصوعة. النيجر تطرح مخزونها من اليورانيوم للبيع وتتحدى فرنسا. بوتين وويتكوف يبحثان خطة السلام في أوكرانيا. قفزة قياسية في إيرادات شركات السلاح العالمية عام 2024. السلام عليكم ورحمة الله. عاد الرئيس إسياس أفورقي إلى البلاد بعد ظهر يوم أمس بعد زيارة عمل إلى السودان ليومين تلبية لدعوة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق ركن عبد الفتاح البرهان. وأجرى الرئيس إسياس أفورقي خلال الزيارة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس وحاكم إقليم دارفور مني أركوميناوي ومسؤولين آخرين حول تعزيز العلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع في السودان وسبل إنهاء الأزمة الحالية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس إسياس على أن الزيارة تأتي لتأكيد المؤكد من موقف إريتريا الثابت والمبدئي تجاه السودان ورسالة دعم للشعب السوداني لبقاء السودان مستقرا وموحدا، موضحا بأن إريتريا ستقف إلى جانب الشعب السوداني حتى تحقيق السلام الدائم. من جانبه ثمن الفريق البرهان موقف إريتريا تجاه الشعب السوداني مؤكدا على العمل للدفع بالعلاقات وتمتينها لما فيه خير البلدين. وقد استقبل الرئيس إسياس أفورقي بحفاوة كبيرة رسميا وشعبيا لدى وصوله بورت سودان برا يوم 29 من نوفمبر المنصرم. تم في أسمرة إحياء الأول من ديسمبر اليوم العالمي لفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز للمرة 33 على المستوى الوطني. وقال مدير فرع مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور أرآيا برهاني إن المناسبة تذكير لتقييم وتجديد التزامنا بمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، موضحا بأن معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 54 عاما انخفض على مدى السنوات العشر الماضية بنسبة 50% إلى 0.35%، في حين انخفضت الإصابات الجديدة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما ووفيات الإيدز إلى أدنى مستوى. وأوضح أيضا أن انتقال العدوى من الأم إلى الطفل انخفض إلى الصفر تقريبا، وأن المواطنين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز يتلقون الأدوية المضادة للفيروس مجانا، لتصل كمية الفيروس في 95% منهم إلى مستويات لا يمكن اكتشافها خبريا في دمائهم. وذكر أنه على الرغم من أن التقدم المحرز يدعو للفخر والاعتزاز، إلا أن هناك معدل إصابة مرتفع نسبيا في بعض شرائح المجتمع بسبب سلوكهم وعادات عملهم، ويجب العمل بقوة لجعل المجتمع خال من الإيدز. وأشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة ماري ستيفن بالتقدم الذي أحرزته إريتريا في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وذكرت تسجيل حوالي 1.3 مليون إصابة عام 2024، وأن نحو 40.8 مليون شخص في العالم حاملين لفيروس نقص المناعة المكتسبة، ووفاة نحو 630 ألفا بسبب المرض ومضاعفاته. وقدمت مسؤولة وحدة مكافحة الإيدز والأمراض التناسلية في وزارة الصحة الممرضة نيجستيتس فاميكائيل توضيحا حول انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز في البلاد والتقدم الذي تم إحرازه عبر المكافحة. بينما أجرى أعضاء جمعية الأطباء حوارا مشتركا، وألقيت في المناسبة كلمات تضامنية من ممثلي صندوقي الطفولة والإسكان في إريتريا التابعين للأمم المتحدة. وقدم أعضاء متطوعون في جمعية بودهو بشهادتهم حول المرض وتجاربهم الشخصية.
تجري أعمال صيانة المواقع المعيقة لحركة المرور على طريق أسمرة مصوع. وأوضح مسؤول مشروع خط أسمرة مصوع في شركة أسبيكو للإنشاءات المهندس عند مريم قبية بأنهم يعملون في صيانة وتوسعة الطريق وجسوره. وقال إن أعمال الصيانة الجارية في الطريق من دونغول للعلاي وحتى سيديشي بتجهيز القدرات البشرية والآليات. وذكر سائق السيارات إن خراب الطريق كان يعيق حركة المرور مشيدين بأعمال الصيانة. نظم مكتب الصحة في مدينة عصب أنشطة توعية لموظفي وطلاب وسكان 3 ضواحي من 22 وحتى 28 من نوفمبر المنصرم حول الأمراض غير المعدية والمضادات الحيوية. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية في مكتب الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد نور محمد أنه يتوجب تناول الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة وفقا للوصفات الطبية المهنية، ويجب إعادة الأدوية منتهية الصلاحية إلى المؤسسات الصحية للتخلص منها. من جانبه قدم مسؤول وحدة خدمات الصيدلة السيد إبراهيم أبو بكر شرحا عن مقاومة المضادات الحيوية وعواقبها، وقال إن التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة هو أحد الأسباب الرئيسية لمقاومة البكتيريا. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد حمد علي إلى تعزيز دور الشركاء في مواصلة المحاضرات وحملات التوعية التي تنظم حول الأمراض المعدية والمضادات الحيوية. في غضون ذلك نظم مكتب الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم جنوب البحر الأحمر سيمينار بالتعاون مع شرطة الإقليم لرفع وعي العمال حول القانون. ودعا قائد الشرطة المقدم غويتوم قبر صادق العمال إلى زيادة وعيهم بالقانون والقيام بدورهم في مكافحة الجريمة. جرت في مديرية حقات حملة تطعيم للمواشي في ضواحي حشيشاي بادوب وفانة وعدفاكاي وقدامر وعدالة وحرنت وأونجلة وأشرة وقلاس وإنجناق في الفترة من 24 وحتى 28 من نوفمبر. وأفاد مكتب الثروة الحيوانية في المديرية أن التطعيم الذي جرى في 18 نقطة كان ضد الطاعون البقري والأمراض الجلدية وداء الكلب. وأضاف المكتب أن الحملة ستستمر في ضواحي شبق وعد عمر وعد أري. وذكر المهنيون الزراعيون أن الهدف من التطعيم هو ضمان سلامة المجتمع من خلال ضمان صحة الماشية، منادين رعاة الماشية بالقدوم إلى نقاط التطعيم لضمان السلامة الصحية لمواشيهم وصحة المجتمع. وأوضح أصحاب الماشية بأن الأمراض التي تصيب الماشية تراجعت في السنوات الأخيرة بفضل التطعيم المجاني. هذا وتتم حملة تطعيم المواشي في كافة أنحاء الإقليم وتحقق نتائج مرضية. تسهم المشاركة الشعبية بدور فعال في العملية التعليمية في مدينة كرن، أعلن ذلك في البرنامج المنظم يوم 28 من نوفمبر المنصرم لتدشين معمل المدرسة الثانوية بدعم مجتمعي بمبلغ تجاوز 300 ألف نقفة. وسيساعد المعمل الطلاب على الانخراط في البحث ودعم تطبيقي للدروس النظرية. في غضون ذلك منحت مدرسة كرن الثانوية جوائز تشجيعية ل14 من طلابها الحائزين على نقاط عالية في امتحانات الشهادة الوطنية من منتسبي الدفعة 37 من الخدمة الوطنية. وأعلن مدير المدرسة الأستاذ مسفن تسفازقي في المناسبة بأن الطلاب المكرمين حصلوا ما بين 3 و4 نقاط. كما وزعت جوائز أوريا وجوائز نقدية على الطلاب الحاصلين على درجات عالية تتجاوز 90 درجة في الامتحان الوطني للصف الثامن في مديرية حقات. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت النيجر طرح مخزونها من اليورانيوم الذي كانت تديره سابقا شركة أورانو الفرنسية للبيع في السوق الدولية في خطوة تعكس التوجه الجديد للنظام العسكري الحاكم نحو الاستقلالية الاقتصادية عن فرنسا. وأكد رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني في تصريح نقله التلفزيون الرسمي تيلي ساحل أن لبلاده الحق المشروع في التصرف بثرواتها الطبيعية وبيعها لمن يرغب وفقا لقواعد السوق وباستقلالية تامة.
ويمثل اليورانيوم أحد أبرز موارد النيجر الطبيعية ومحور نزاع محتدم منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2023، حيث تسعى النيجر لإعادة السيطرة الكاملة على المناجم التي كانت تديرها شركة أوران المملوكة للحكومة الفرنسية. وتسعى فرنسا من خلال تحكيم دولي لاستعادة السيطرة التشغيلية على تلك المناجم، في وقت تتجه فيه النيجر إلى تعزيز التعاون مع روسيا التي أبدت رغبتها في دخول مجال تعدين اليورانيوم بالبلاد وفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة الروسي. أعلن الكريملين أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لمواصلة المناقشات حول الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف من المقرر عقد الاجتماع مع ويتكوف يوم الثلاثاء. وعقد مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون ما وصفوها بأنها محادثات بناءة حول اتفاق سلام مع روسيا، فيما عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤله حيال إحراز تقدم رغم التحديات التي تعرقل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات. شهدت أكبر الشركات المنتجة للأسلحة في العالم زيادة بنسبة 5.9% في إيراداتها من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية خلال العام الماضي، مع ارتفاع الطلب الذي غزته الحرب في كل من أوكرانيا وغزة، إضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري للدول، وذلك وفقا لتقرير صدر. ونشرت وكالة أسوشيتد بريس فحوى التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، والذي جاء فيه أن إيرادات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة ارتفعت إلى 679 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى رقم سجله المعهد. وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من الزيادة ناتج عن الشركات الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة، رغم تسجيل ارتفاعات في معظم بقية مناطق العالم باستثناء آسيا وأوقيانوسيا، حيث أدت المشكلات في صناعة الأسلحة الصينية إلى انخفاض طفيف. قال مسؤولون اليوم أمس الأحد إن أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم جراء السيول والانهيارات الأرضية الناجمة على الأمطار الغزيرة في 3 دول بمنطقة جنوب شرقي آسيا، مع استمرار جهود الإغاثة لعشرات الآلاف من النازحين. وشهدت إندونيسيا وماليزيا وتايلاند دمارا واسع النطاق بعد تشكل عاصفة مدارية نادرة في مضيق ملقا أدت إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة على مدار أسبوع. ولا يزال مسؤولو الإنقاذ والإغاثة في الدول الواقعة بجنوب شرق آسيا يحاولون الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة من السيول، حتى مع انحسار المياه وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء البلدان الثلاثة. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تضرر أكثر من 4 ملايين شخص، منهم قرابة 3 ملايين في جنوب تايلاند و1.1% مليون في غرب إندونيسيا. ختاما سادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. الرئيس سياس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته للسودان. إحياء اليوم العالمي للإيدز. صيانة طريق أسمرة مصوح. النيجر تطرح مخزونها من اليورانيوم للبيع وتتحدى فرنسا. بوتين وويتكوف يبحثان خطة السلام في أوكرانيا. وقفزة قياسية في إيرادات شركات السلاح العالمية عام 2024. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.